أهلا بكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة الملك الحكيم والكنز المخفي. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك ملك حكيم يعيش في قصر كبير تحيط به الحدائق والأنهار والخدم والحراس من كل مكان. كان هذا الملك يملك ثروة هائلة من الذهب والجواهر والقصور، لكنه رغم كل هذا لم يكن يشعر بالسعادة الحقيقية. وذات يوم شعر الملك بضيق شديد في صدره، وقرر أن يخرج في جولة ليتأمل في حال الناس. خرج متخفيا بدون تاج، بدون حراس، فقط بثياب رجل عادي. رأى في طريقه مزارعا بسيطا يعمل في أرضه، يضحك ويغني رغم أن ملابسه كانت قديمة وطعامه قليل. اقترب الملك وسأله: يا هذا، لماذا تبدو سعيدا هكذا وأنت لا تملك شيئا؟ ابتسم المزارع وقال: يا سيدي، أنا أملك أكثر من الذهب، أملك صحة طيبة، عائلة تحبني، وأرضا أزرعها بيدي، هذه كنوزي الحقيقية. صمت الملك طويلا وشعر بشيء غريب في قلبه، ثم تابع طريقه فوجد نجارا يطرق الخشب بحماس، يعلم ابنه الصغير كيف يصنع الأبواب والكراسي. قال الملك: ألست متعبا؟ أليست حياتك صعبة؟ رد النجار مبتسما: نعم، حياتي مليئة بالتعب، لكن كل ضربة مطرقة تحمل لي فرحة. أرى ثمرة عملي كل يوم، وأرى ابني يتعلم ويكبر أمام عينيه، هذه هي السعادة الحقيقية. عاد الملك إلى قصره وجلس في قاعته الواسعة ينظر إلى الذهب والجواهر حوله، لكنه شعر بأنها بلا قيمة. عندها جمع أهل مملكته وصعد إلى أعلى شرفة القصر وخطب فيهم: يا شعبي، كنت أظن أن المال هو أغلى كنز، واليوم عرفت أن أغلى كنز هو الحب، الصحة، وراحة القلب. المال يشتري الأشياء، لكنه لا يشتري الفرح. ومنذ ذلك اليوم صار الملك يزور الفقراء ويساعدهم ويهتم بحياة الناس أكثر من كنوزه. وهكذا وجد الملك كنوزه الحقيقي الذي كان مخفيا داخل قلبه، لا في قبو الذهب. العبرة ليست السعادة في الذهب والفضة، بل في قلب راض وصحة طيبة وعائلة محبة. أتمنى أن تكون القصة نالت إعجابكم. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا.